الفريك من الأكلات اللي مش واخدة حقها خالص. تعالوا نعمله بطريقة مختلفة سهلة وبسيطة ومتأكدة هتعجبكم ومتأكدة هتعتمدوا الوصفة دي على طول. أول حاجة في وصفتنا النهاردة معايا هنا نص كيلو من الشيش طاووق، هضيف عليه شوية توابل هكتبها لكم أكيد تحت الفيديو، بابريكا مدخنة وفلفل وأي توابل للفراخ بتحبوها أو متوفرة عندكم. بعد كده هخلط كل الفراخ بالخليط أو التوابل اللي أنا حطيتها كويس جدا وهسيبها على جنب. وهجيب حلة أو بان على النار وهضيف عليها زيت زيتون، استخدموا زيت زيتون كويس اللي برضو متوفر عندكم أو زيت عادي، وأكيد طبعا ممكن نستخدم سمنة أو زبدة. هبدأ أشوح الفراخ من على الجنبين، أنا هديها بس لون من على الجنبين وبعد كده هطلعها. هتاخد لون من على أول جنب وبعد كده هقلبها على الجنب التاني وهنطلعها بعد ما تاخد لون من على الجنبين. أنا مش عايزاها مستوية خالص، لا أنا عايزاها تاخد لون بس وتشويحة عشان أقفل مسامها وتستوي أحسن وتدينا طعم أحلى. بعد كده هطلع الفراخ زي ما قلت لكم في طبق، طبعا الكميه لو اكبر هنعملها على مرتين. وبعد كده في نفس الحلة او البان اللي احنا عملنا فيها هنضيف قطعة من الزبدة او ممكن نزود زيت زيتون. هضيف عليها بصلاية متوسطة، ممكن نكبر حجم البصل لو احنا هنستخدم او هنعمل كمية اكبر. هديها تقريبا كده تاخد من كل الطعم اللي في الحلة او البان. وبعد كده هضيف عليها نص معلقة من الثوم، طبعا الثوم مهم جدا في اي وصفة، وبرده هنقلبه تقليبة بسيطة كده. وبعد كده بحب اضيف اضافة كده بتدي للاكلة طعم حلو قوي، هي الجزر. استخدمت حوالي 3 جزرات مبشورين. بعد كده هنقلبه برده مع بعضه كويس قوي، الجزر بيديها طعم حلو جدا جدا. هنديله تقليبه ياخد من طعمه الثوم والبصل. وبعد كده هنضيف الفريك. انا الفريك بالنسبه لي بغسله بس مش بنقعه، انا بغسل الفريك واصفيه وبعد كده اضيفه على الوصفه. وهنتبل بشويه توابل بسيطه، ملح وفلفل وكمون، ممكن طبعا نضيف اي توابل تانية احنا حابينها. بحب اضيف واحد من الفلفل الحار، ده اختياري طبعا، ممكن نضيف فلفل اخضر لو حابين. هنقلب كل الطعم ده وكل النكهات دي مع بعض كويس جدا. واخر حاجة بحب اضيفها هي معلقة من صلصة الطماطم، دي بتديها طعم ولون حلوين جدا. واكيد صلصة الطماطم ما ننساش رشة السكر. هنديهم تقليبة اخيرة كله مع بعضه كده. هنفرد الطماطم، صلصة الطماطم بالشكل ده، وممكن نزود طبعا لو الكمية اكبر. وبعد كده هكون محضرة هنا مية سخنة او شوربة او مرقة المتوفر عندنا. انا ضفت ميه سخنه عادي جدا، الفريك مش بياخد ميه سخنه كتير، ده بالظبط الميه اللي انا ضفتها واصله للشكل اللي انتوا شايفينه ده في الفيديو. ما بياخدش ميه كتير خالص، اقل بكتير من الرز، يا دوب يوصل لتغطيه الفريك. بعد كده هضيف عليها الفراخ اللي احنا شوحناها عشان كله يكمل سوا وكله يستوي مع بعض، وتبقى الاكله بالنكهات والطعم تطلع خطيره، لازم تجربوها. هغطي عليها واسيبها تكمل سوا على نار هاديه ونقدم اكلتنا. جربوها ومتأكدة هتحبوها، ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة.